إلهي وخالقي، يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق عنده المستغفرون، قد وجدت في وصالك لذتي وانصرفت نحو رضاك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي ودوام قربك راحة فؤادي. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. عاملين ايه في الحر ده؟ طبعا الجو حر جدا، مع كمان القطع المستمر للكهرباء، فيعني الحياة صعبة جدا جدا. ربنا يعديها على خير الأيام دي والأزمة دي يا رب. النهارده كده بقى طبعا قلت ايه اقوم اتنشط كده، لاني بقالي كام يوم حاسه بخمول وحاسه بكسل فظيع، يعني من كتر الحر ومن كتر ما الكهرباء بتقطع. شقتي حر جدا جدا فوق ما تتخيلوا. انا ساكنه في اخر دور يا جماعه، ولكم ان تتخيلوا اخر دور مني للنار على طول يعني. بصوا، لما الكهرباء بتقطع فعلا مش ببقى قادره اخد نفسي والله العظيم. صحيح المراوح بتجيب هوا سخن، بس يعني على الاقل بتعمل نسمه، يعني بتحس كده ان فيها نسمة هوا. تمام. لما الكهرباء بتقطع بقى بجد مش ببقى قادرة اخد نفسي. عشان كده انا بجد يعني بحب الشتاء جدا جدا، مش بحب الصيف. قلت النهارده اقوم اتنشط كده، شديت البوتاجاز وقلت انضف وراه، لان يعني ايه ما بحبش الدهون تتراكم. وكمان مسحته من الظهر كده، لاني طبعا في الصيف انا مش بقفل البلكونه بتاع المطبخ دي خالص، مش بقفل الباب ولا بقفل باب الشباك كمان، يعني احنا مقفلين بسلك، فعشان كده بيفضلوا مفتوحين الشباك والباب، فبيدخلوا تراب، يعني مش هقول لكم بقى تراب بكميه فظيعه. فكل شويه لازم اقعد انضف كده وامسح. يعني ايه، مش مشكله لما امسح واتعب شويه، احسن ما اقفل الدنيا وشقتي تبقى مكتومه. فاهمين؟ فلان المطبخ عندي كمان بيجيب هوا حلو قوي. وكمان فضيت التربو كده، كان التربو بصراحة من فترة ما غسلتوش وكان بيتبهدل خالص، كنت عايزة انقله لمكانه يعني، وقلت بالمرة بقى اغسله. وكمان طلعت كده على السطوح، جبت بط كده صغيرة. انا كنت جايبة بط، قلت لكم قبل كده وقلت ايه، مربيتش من زمان، بقالي فترة كبيرة مربيتش، فقلت ان انا ايه نفسي اجيب بط ونفسي اجيب فراخ وكده. جبت 10 فراخات وجبت البط ده. بس بصراحة في الصيف الطيور وحشة قوي قوي قوي، لا بتاكل ولا بتشرب ومش بتكبر. فانا يعني بقالها 3 شهور عندي البط ده، لان انا بجيبه عمره اسبوعين، فيعني بقعده عندي بيكمل 3 شهور عندي. وبسم الله ما شاء الله البطه بتبقى 3 كيلو. اول مره اجيبه ويبقى وحش كده بجد، يعني البطه مش شايله لحمه خالص، صغيره جدا. يعني انا بجد زعلانه قوي اللي انا جبته. هو مش نوع وحش، انا بجيب نفس النوع على طول وبيبقى معايا حلو جدا، بس مش عارفه المره دي بقى يمكن عشان الحر الفظيع ده ومش بياكل كويس ولا ايه، مش عارفه بقى. بس بجد الطيور في الحر وحشه قوي يا جماعه، مش بتكبر. حتى الفراخ البيضه اللي انا كنت جايباها هي كبرت وكل حاجه، بس مش نفس الحجم ونفس الاوزان اللي انا كنت بجيبها. فاهمين؟ يعني الطيور بتكبر بسرعه قوي في الشتاء وبتشيل لحمه، لكن في الصيف لا. يعني بصراحه انا بحب الشتاء بكل حاجه فيه. فقلت بقى انضفها كده، هي طبعا حجمها صغير بس سنها يعني معقول تيجي يعني تتذبح خلاص. فقلت اجربها كده واشوف هيبقى فيها لحمه ولا لا. وهي على قدنا، يعني احنا عيله صغيره مش كبيره، فهي على قدنا. نضفتها طبعا كويس جدا جدا. وعلى فكره ده مش شعر، يعني اللي فيها الاسود ده مش شعر، ده عشان هي جسمها اللون بتاع الريش غامق، فهو مأثر على الجلد، لكن هي متنضفه كويس قوي. وكمان انا بشيل الجزء اللي هو تحت ده، بيبقى بيقول عليه الزلموكه. عشان بحس ان هو بيعمل ريحه وزفاره في اي طيور، انا بشيله في اي طيور. تمام. وجبت بقى ايه، جبت معلقه ملح كبيره، على معلقه صغيره جنزبيل بودر، على نص معلقه فلفل اسود. وهدعك البطه كده يعني في الاول من غير ميه، يعني انا غسلتها كويس قوي. واجيب الخلطه دي ادعك البطه جامد قوي، لان البط بالذات يا جماعه بيبقى له ريحه وطعم كده غير الفراخ. يعني لو انت ما غسلتيش البط كويس او شلت منه الريحه دي او الطعم ده مش هتعرفي تاكليه. فالملح بقى على الجنزبيل ده سحر، بيضيع اي زفاره واي طعم او اي ريحه في الطيور. وعلى فكره كمان بغسل بيه السمك والله. فانا بدعكها كلها كده، وطبعا بين الجلد واللحم انا فاتحاه، وبحط برضو كده الملح والخلط اللي انا عاملاه دي علشان تدخل في البطه كلها.
دعكتها كويس قوي، وحطيت عليها شويه خل زي ما انتم شايفين كده على الظهر والبطن كله، وكمان هحط في قلبها شويه، وهسيبها بقى بتاع 10 دقايق بالخلطه دي من غير ميه ولا اي حاجه. تمام، يعني بالملح والفلفل الاسود والجنزبيل. هسيبها 10 دقايق كده تطلع الزفاره اللي فيها. وكان عندي شويه ملابس كده، هدوم يعني مش نظيفه، قلت اغسلها. طبعا دي هدوم ولادي، ده كان اخر دور. انا بغسل هدوم الولاد في اخر دور، بغسلهم لوحدهم وبنشفهم وبرجع احطهم تاني في ميه بيضة عشان اشطفهم كويس قوي، لاني يعني باخدهم دورين 3 كده، يعني فمين 3. ليه؟ لان ولادي بيلعبوا، بينزلوا الملعب يلعبوا كوره وكده، وبيبقوا في الشارع، فهدومهم بتبقى بسم الله ما شاء الله يعني. مش عايزه اقول لكم، فبغسلها 3 4 مرات لوحدها. تمام. وهنا كنت نشرت الغسيل كله، لسه فاضل بس هدوم الولاد، فلما تطلع ان شاء الله انشرها. ده روتين على السريع كده قلت اعمله معاكم، بس مش هظهر المرة دي علشان طبعا الجو حر جدا جدا، مش هستحمل والطرحة وكده واطلع اصور بصراحة يعني، فاعذروني. فقلت اعمل لكم الروتين السريع ده. هنا برضو كنت مسحت الصالة كده، يعني كنت المفرش بتاع السجادة او الحافظة بتاع السجادة كنت شايلاها غسلاها زي ما انا قلت لكم، بشيلها كل اسبوع. وقلت بقى اكنس ولمع البلاط كده. طبعا البلاط نضيف، بس احنا يوميا في الصيف لازم نمسح، يعني بنرطب البلاط، وكمان الشقة بتحس انها بتتنفس، والبلاط بيلمع ونضيف كده. لو وقع عليه اي حاجة كمان بنشيلها بسرعة عشان يفضل نضيف زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بعد ما خلصت غسيل بقى، كان التربو زي ما انتوا شايفين كده دخلته الحمام عشان اغسله، عشان الميه معرفش اغسله في المطبخ عشان المطبخ ما يتبهدلش، لان المطبخ ما فيهوش بلاعه. تمام. فانا دخلته كده، اخدته الحمام واخدت سلكه بقى، قلت ايه انضفه. بصراحه يعني كان عليه كميه دهون، لانه كمان ابيض وجنب البوتاجاز، ف مش عايزه اقول لكم بقى بيقع عليه دهون، وانا بصراحه يعني بتضايق منه علشان فتح، واللي بيقول له سلام عليكم بيتوسخ بسرعه، فبيتعبني جدا. فساعات بعند عليه والله مش برضه اغسله. فقلت النهارده لا بقى، تعالى يعني ايه انا يا انت بقى. شايفين عليه برضو تراب كتير. ف هو يعني انا حطاه كده جنب البوتاجاز مزنوق، فمش ببقى طايله الحاجات دي قدامي، فبقول بقى كل فتره اغسله، بس هو بصوا بينضف بسرعه. بعد ما غسلته كده حطيته يصفى. وطبعا كنت ايه هنا بقى ايه الحمام بتاعي قلت اشطفه كده بالمره. طبعا الحمام برضو بيتغسل يوميا يوميا، فانا كنت مسحت هنا الحيطان والحنفيات وكده. وقلت برضو ايه اوريكم كده وانا بعمل الارض. فما بحبش بصراحه اعمل رغوه كتير عشان يعني بتزهقني، وانا بمشيها بتاخد ميه كتير جدا. والماء اساسا اليومين دول ضعيفه، فانا بحب احط ايه شويه مسحوق صغيرين كده، شويه كلور، وامسح بالمقشه. البلاط بيلمع ونضيف على طول، لان انا اساسا ايدي فيه. طبعا البلاط زي ما انتم شايفين كده بتاع الحيطان نضيف وبسم الله ما شاء الله، ولا مجير ولا عليه اي حاجه، بس انا ايدي فيه على طول. فالنهارده بقى قلت ايه اصور لكم. ما عملتش روتين الحمام ده قبل كده يعني معاكم تقريبا، فانا كل مره بقى ايه كل يوم بغسله الغسله الحلوه دي. والفيديو بتاعنا بقى هيخلص دلوقتي. اتمنى بقى يا جماعه اللي لسه بيشوفني لاول مره، يشرفني جدا جدا لو انضميتي للقناه بتاعتي وعملت اشتراك وفعلت الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها اول باول. وما تنسوش اللايك يا حلوين، وسيبولي كومنت حلو زيكم كده عشان تشجعوني. اتمنى ان القناه بتاعتي تكون عجباكم وتكون عند حسن ذوقكم، واكون بقدم لكم معلومات او حاجات تفيدكم. بحبكم جدا جدا في الله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك زي ما قلت لكم، وان شاء الله القناه تكبر بيكم وتفضلوا منورين حياتي كده على طول. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.